السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. البنات مرحبا بكم. اليوم غادي نحضر معكم الدجاج. تتجي الطريقه البنات زوينه وسهله للتحضير وما تاخذش الوقت بزاف، يعني دغيا تيوجد الغدا ولا العشاء، تحضروها زعما الغدا ولا العشاء، راه ما تيتعطلش دغيا تيوجد. هنا نحتاجو الطريفات ديال الدجاج، كل واحد ياخذ القياس اللي بغا هويا على حساب الافراد العائله اللي عندكم. هنا خديت القياس ديالتي انا، خديت الطريف ديال الصدر وخديت هكا الفخيدات ديال الدجاج، حيت كاين اللي ما تياخذش هاد الفخيدات ديال الدجاج. درت هنا واحد الطريف ديال الصدر. الدجاج بعد ما تنغسلوه ونقيوه مزيان وبالملحه والحامض بطبيعه الحال وسكينجبير. هنا بعد ما استقطر تقبت هذاك الدجاج مزيان. وهنا نحتاج لهاد الحامضه، نصيص الحامضه، التوابل ديال العطريه، نحتاج هنا 3 حتى ل 4 ديال الدريسات ديال الثومه ودومه ديال الزعفران، البزار، سكينجبير، الخرقوم عفوا، سكينجبير، الملحه حسب الذوق، ورقات الرند ولا ورقات سيدنا موسى، كل واحد كيفاش تيسميهم. نحتاج واحد 3 المعالق ديال زيت البلديه حتى ل4. المهم ضيفوا اللي عندكم زيت البلديه الروميه اللي كان عندكم ضيفوه وديروا القياس ديالكم. نحتاج واحد الياغورت هنايا مسوس صافي، ونحتاجو شويه د الماء على حساب لاصوص وصافي. ونبداو نحكو هاد الدريسات ديال الثومه وعاد نبداو في التوابل. صافي كما قلت لكم، هنا البزار، الخرقوم، سكينجبير، مليحه حسب الذوق. الا كانت عندكم الذويمات ديال عفوا الا كانت عندكم ثومه بودره ولا بصله بودره حتى هي تجي زوينه. صوص الصوجا حتى هو الا كان عندكم ديرو حتى هو تيجي زوين. انا ما عنديش الصراحه، ما متواجدش دابا عندي. ضفتي هاد التوابل اللي ذكرت معاكم صافي. وغادي نعصر هاد الحامضه، صراحه راه قاصحه حيت باقا ما طايباش مزيان، راهي نعصرها مزيان بالموس صافي. ضيفوا الحامض، الخل اللي عندكم، المهم ديروا باللي عندكم في الدار وقضيو باللي عندكم، حتى حاجه ما تصعبوها على راسكم، اللي عندكم قضيو به وصافي، ما يجعلش بركه. هذيك الدويمه غنفسخها مزيان وغادي نضيف شويه ديال الماء. ما تضيفوش البنات الزيت مع لاصوص ديال العطريه اللي غتشرملوا به الدجاج، من الاحسن نضيفوا الماء وهذاك الياغورت وشرملوا الدجاج، ومن بعد حتى تحطوا في الكوكوط عاد ضيفوا. تبغيو زعما تشعلوا على الكوكوط عاد ضيفوا داك شويه ديال الزيت. دابا انا هنا ما غاديش نقوي الماء بزاف، غير شويه حيت غادي نزيد داك الياغورت صافي باش نخلطو مزيان. عاد نبدا نشرمل في الدجاج ديالي. اللي عنده الكريمه البنات ديال الطبخ يديرها. حتى هاد الياغورت البنات تيجي زوين بزاف. صافي غادي نبدا نشرمل في الدجاج ديالي بحال هكا، نحطو في الكوكوط مباشره ونخليوه. الا خليتوه حتى لساعه ساعتين على حسب الوقت اللي عندكم حتى يدخل فيه داك لاصوص مزيان، وعاد من بعد شعلوا عليه البوطه. هنا هاد الفخيدات هادو تقبتهم مزيان بالموس باش هكا داك العطريه تدخل مزيان في داك الطريفات ديال الدجاج تجيو بنانين. ايوا صافي البنات، هذه هي الطريقه، وتبع معايا الفيديو حتى الاخر. صراحه الفيديو انا راني هاضره فيه من قبل، ولكن راه عندنا واحد الجروب ما نقول لكمش
ساكنين في واحد الموبل عرفتي فيه الصداع بزاف والكره ديال الدراري والناس والهضره، وما نقول لكمش الا خليتكم الفيديو راه غتخلعوا. وراه تنعاود فيه الهضره والله الا تيجي شويه صعيب باش تعاود الهضره في الفيديو. راه بعد النوبه والله الا تنعكز بحال هكا نبقى نعاود في الفيديو ونهضر. ايوا صافي البنات، هذه هي الطريقه. نشرم الدجاج ديالي بحال هكا كامل، وداك لاصوص اللي بقى حتى هو نسرمو ونديرو فوق الكوكوط وصافي، ونخليو الدجاج ديالنا يرتاح. ومن بعد فاش نقربو هكا ما تياخذش الوقت بزاف، نشعلو عليه وعاد نسدو ونخليوه يطيب. حيت انا مرة ما غنضيفلوش الماء البنات، نقصوا البوطه فاش تضيفوه وتبدا تطلع هكا الغليه في الكوكوط والدور الصفاره. كي تسهل الدور الصفاره نقصوا البوطه مزيان، تكون شعله قليله بحال اللي غادي طيبوا الطويجين وصافي، وخليوه يطيب على خاطرو. راه ما باش ما يتحرق ما والو. وراه الدجاج وداك لاصوص راه تيطلق الماء. نديرو هاد الورقات ديال الرند وصافي بحال هكا البنات، وصافي نخليوه يطيب في داك البخار. تيجي هاد الدجاج زوين بزاف. ومن بعد كيف ما قلت لكم نضيفوا داك الزيت حتى نبغيو نشعلو عليه وصافي، ونحطوه على البوطه حتى بدا يغلي بحال هكا الكوكوط طلع فيها الغليه. وعاد نسدو الكوكوط ديالنا صافي. فاش دا الدور نقصوا ليها باش ما تحرق لكمش البنات. الا شفتوا راسكم غادي تغفلوا على الكوكوط، ديروا هكا نصيص ديال الكاس ديال اتاي كاس العنبه النص ديالو. ما تجهدوش البوطه. انا هنا راه ما ضفت لا ما لا والو كيف ما تشوفوا. غنخليه يطيب غير في داك العافيه قليله وصافي. من بعد فاش يطيب الدجاج غنحيدو وعاد غادي نضيف البصله ونضيف داك الكبيضات والقنيصات حتى هما بعد ما غنسلقهم. صافي هنا غادي نسد على الكوكوط. هنا عندي 3 البصلات البنات، شلطهم بحال هكا، والطريفات ديال الحامض الا كان عندكم المصير يكون احسن. هنا جبت واحد الكاسرونه غادي نضيف فيها داك القشيوشات هادو بعد ما قطعتهم. غادي نسلقهم بشويه ديال الماء باش تحيد منهم داك الدم، مع الطريف ديال الحامض حتى هو. ايوا صافي البنات، هادشي اللي كاين. هنا بعد ما طابت الكوكوط طفيت عليها صافي. نشوفوا لاصوص الدجاج عفوا. هنا راه طايب كي تيبان لكم الكوكوط ناشفه، فيها واحد شويه في الوسط هو تيبان تيغلي، يعني البلول ماشي بزاف. هنا غنحيد الدجاج حتى هو راه طايب، راه ولا زبده عرفتي راه تيذوب بحديتو. غادي نحيدو نحطو في شي طاوه ندخلو للفرن يتحمر. وغادي نحط داك البصله على هاد لاصوص وداك الكبيدات حتى هما داك الكنيصات بعد ما تسلقوا حتى هما درتهم استقطروا وصافي. وغادي نعبر كاس ديال الماء، كاس ديال العنبه، وغادي نزيدو على هاد لاصوص. ومن بعد نضيف البصله. هانتوما تشوفوا ضفت البصله، زيت غير شويه ديال الماء ما زيدتش بزاف، وندير داك الطريفات ديال الحامض. العطريه البنات راه ما غاديش نزيد، داكشي اللي ضفت في الاول راه كافي. راه ضفت العطريه خير ربي في الاول، يعني ما غاديش نزيد العطريه. حتى الملحه ما غاديش نزيد، حيت غادي نضيف الزيتون حتى هو غسلته بشويه ديال الماء طايب، وغادي نضيفو حتى هو يطيب مع هاد البصيله وداك الكبيدات حتى همايا. ايوا صافي. عاوتاني ما تجهدوش البطن حيت لاصوص راه ما عندكمش بزاف.
هنا راه تتشوفوا هنايا فاش سلقت هذوك القشوشات ديال الدجاج. صافي غادي نضيفهم، راه هما ماشي بزاف ولكن على حسب الكميه اللي عندي وصافي. كل واحد يدير داكشي اللي عنده على حسب الافراد. صافي هنا نحركهم مزيان. كي راه تيبان لكم راه ما كاينش لاصوص ديال في الكوكوط بزاف، اي شويه. وراقبوا الكوكوط مزيان لا تحرق لكم. صافي غادي نزيد عليه شويه ديال الزيتون كما قلت لكم خصو يتسلق في شويه د الماء، ولا على الاقل خويو عليه غير الماء وخليوه يرتاح شويه باش تتحيد منه داك الملوحيه. وعاد نضيفوه على هاد البصله حتى هو غير شويه. صراحه خديت غير 5 دراهم. وصافي غادي نسد الكوكوط ونخلي لاصوص ديالي يطيب مزيان وعاد نعاود نتلاقى معكم. هنا راه طاب لاصوص، هانتوما تشوفوا مريقه خاتره وما فيها زيت ما فيها ما. يعني جا داكشي قدو حدو، يعني هذاك الشيء اللي بغيت انا. ما بغيتش البلول بزاف وفي نفس الوقت ما بغيتش فيها الزيت، يعني بغيت التغميره تكون خاتره. وعرفتوا على ريحه البنات طالعه منا تتشهي. صافي التقديم غادي الصراحه نديرها في الطاجين. نضيفو شويه ديال لاصوص في البصل ونضيفو الدجاج فوق منه، ومن بعد عاد نزيدو لاصوص عاوتاني فوق الدجاج بعد ما تحمر تا هو حطيته في الفران راه تحمر. ايوا صافي وغادي نزيد هاد لاصوص هنايا هكا. ملي يكون بنادم تياكل يجبر التغميره مع هكا فاش يغمس. ايوا هادشي اللي كاين البنات. وغادي نزيد شويه ديال البيض مسلوق. صافي كي تشوفوا وغادي نضيف داك الفريت. لان الدجاج صراحه قسمته على 2 طويجنات، الدراري بوحدهم والكبار عاوتاني بوحديتهم. صافي غادي نضيف الفريت حتى هو القياس هنايا، عاودو نخلي الطويج الاخر. ايوا صافي هادشي اللي كاين البنات. وندوز داك البيض اللي مسلوق عاوتاني نقشرو ونقسموه عاوتاني. وراه دغيا تيوجد البنات من اسهل ما يكون. هاد الدجاج راه دغيا بسرعه تيوجد. صافي كنغطي الطويجه نيت باش ما يبردش على ما نقشر داك البيض. صافي هنا بعد ما قشرت داك البيض قسمته بحال هكا. وصافي هذه هي الطريقه ديالي البنات. قبلوا عليا، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشجعوني من لايك واشتراك فضلا ليس امرا. وشكرا لكم بزاف، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.